فواد كان زعيم الشياطين عديم الفايده اللي كان شكله زفت ومحدش من البنات كان راضي يبص له، عشان كده قرر انه ينهي حياته ويعيد تشغيلها من جديد. ويا سبحان الله اتولد من جديد وشكله زي كاظم الساهر، الراجل اللي كل البنات بتحبه، بس للاسف كان لازم يخبي قوته عشان ما يفقدش معجباته تاني. كل ده بدا لما فواد او بالاصح ارتي لقى نفسه في حياه جديده. وفي عيد ميلاده العاشر والدته قالت له بمنتهى الجديه: انت بقيت راجل ناضج ولازم تفكر في مستقبلك واحلامك. ارتي لما دخل اوضته بدا يفكر: معقوله انا لسه محتفظ بقوايا الشيطانيه في الحياه دي كمان؟ وبكل ثقه قرر انه يعيش حياه طبيعيه، يعمل لنفسه قصه محترمه ويبدا يبني صداقات حقيقيه مع البشر. بس في مشكله صغيره، الواد ده ملوش في التعامل مع الناس خالص، يعني زيرو مهارات اجتماعيه. المهم قرر انه يجرب حظه مع شويه عيال شكلهم مش حلو قوي، لكن يا دوب قرب منهم الا وهم جريوا باقصى سرعتهم. شكله كان مرعب لدرجه خلتهم يفتكروا انه كائن فضائي ولا حاجه، بس هو ما استسلمش. قرر يجرب حظه مع البنات، راح لهم بكل ثقه وقال لهم: ممكن تسمعوني لحظه؟ وبعدها فاجئهم بجمله تحفه من ديسكورد بيك اب لاين: انتوا توابيت لاني نفسي انام جواكم. البنات بصوا لبعض وقرروا ان الهروب هو الحل الامثل، جريوا وكأن الشيطان وراهم وسابوه واقف زي الاهبل. ارتي اتحطم نفسيا، قال لك مش كده بقى، وطلع كل غضبه في الغابه جنب البيت. استخدم سحره عشان يفجر كل حاجه حواليه، الشجر اتقطع، الارض اتشقلبت، والزرع مسكين ملوش ذنب بس دخل في الدوامه. بعد ما فش غله رجع البيت وهو في قمه الاكتئاب، وقرر يسال صديقه العتيد اول هايد عن انسب خطه عشان يعرف يظبط البنات. اول هايد بص له وقال له: يا بني المشكله مش في الاستراتيجيه، المشكله في وشك، محتاج تشوف حل في الموضوع ده الاول. ولانه راجل محترم قال له كمان انه لازم يتعلم ازاي يتكلم مع البنات باسلوب محترم ولطيف. ارتي اخد الكلام بحماس وقال: ايوه دي هي الخطه اللي كنت بدور عليها، وجري زي المجنون عشان يبدا ينفذها. وبينما هو ماشي فجاه خبط في نفس شله البنات اللي كانوا هربوا منه قبل كده، بس المره دي قرر يتكلم معاهم باسلوب راقن زي الجنتلمان المحترم. طبعا النتيجه كارثه كالمعتاد، الواد فضل يتكلم بطريقه غريبه لدرجه ان البنات حسوا انه اكتر حد كرنجي على وجه الارض، وجروا باقصى سرعه كانهم شافوا عفريت. محبط ومتعكنن راح تاني للغابه عشان يفش غله في الاشجار المسكينه كالمعتاد، لكن فجاه سمع صراخ بنت قريبه منه. بدون تفكير استخدم سحر الطيران وطرف الهواء زي سوبرمان محاولا يلاقي مصدر الصوت. لما وصل لقى بنت قزمه بشعر ابيض اسمها نام ارينو، كانت في معركه شرسه ضد ذئب قديم مخيف. ارتي قال في نفسه: الموضوع باين عليه خطر، اتدخل ولا لا؟ وقبل ما ياخد اي خطوه فجاه ارينو فعلت دائره سحريه ونزلت صاعقه كهرباء على الذئب مسحته من الوجود في ثانيه. ارتي وقف مشدوه وقال لنفسه: يا نهار ابيض، البنت دي موهوبه بشكل. قرر يقرب منها وقال لها باعجاب: بصراحه مهاراتك حاجه عظيمه. جمع شجاعته كلها وسالها بجديه: تحبي نبقى اصحاب؟ لاول مره في حياته حد رد عليه، الامل بدا ينور جواه. قرب منها اكتر وقال: صدقيني ممكن نبني علاقه رائعه مع بعض. بس للاسف البنت هزت راسها وقالت له بحزن: انت مش فاهم حاجه. بعدها جريت وهي بتعيط ورجعت لابوها اول هايد وطلبت منه ياخدها بعيد عن البلد المقرفه دي. ارتي مشي وراها باندهاش، وهنا كانت المفاجاه، ارينو طلعت بنت اول هايد نفسه. من اللحظه دي قرر ارتي ان هدف حياته هو يكسب قلب البنت باي طريقه. بدا يلاحقها في كل مكان ويفاجئها بالهدايا. طبعا ارينو في الاول كانت شايفاه مجرد واحد مقرف بيطاردها، لكن كل حاجه اتغيرت في ليله مصيريه. في الليله دي قعد ارتي قدام خطه المعلقه على الحيطه وقرر انه لازم يغير اسلوبه. وبعد تفكير طويل دخل السرير وهو بيخطط لخطوته الجايه بكل حماس. وفجاه سمع ارتي صراخ جاي من بره، ولما خرج يلاقي ان القريه بتتعرض لهجوم من العفاريت. وسط الهيصه اول هايد جري ناحيه الهجوم وهو بيصرخ: بنتي لوحدها في الجبل. هنا ارتي جاله فلاش باك وقال في نفسه: شيت، ده كله بسببي، كنت بجري وراها زي المطارد المجنون وهي فكتها وجريت للجبل. من غير تفكير ارتي طار في السما زي هالك الخارق، وصدمه الناس كانت كبيره. في الوقت ده ارينو كانت واقفه قدام شويه عفاريت شكلهم مقزز ومستعدين انهم يلعبوا بيها زي ما بيقولوا. زعيم العفاريت اللي شكله زي كابوس بشري قال لها بكل قرف: هنقضمك حته حته وهتبقى متعه اكتر لو حاولتي تقاومي. على فكره ممكن تجيبي اصحابك وعيلتك عشان يتفرجوا على الحفله. ارينو وقفت للحظه والذكريات ضربتها، كل اصحابها كانوا بيهربوا منها وبيقولوا انها وحش. بعينين مليانه يأس بصت للعفريت وقالت له: اعمل اللي نفسك فيه، الحياه كانت وحشه معايا على اي حال. زعيم العفاريت اتحمس اكتر وقال لصبيانه: يلا فرغوا طاقتكم. وفجاه وهما بيندفعوا عليها حصل اللي محدش كان متوقعه، كره كهرباء ضخمه نزلت من السماء وانفجرت فيهم، طارتهم في الهواء زي لعب الاطفال. في اللحظه دي ارتي ظهر من فوق وقال بصوت مليان ثقه: انا هنا عشان انقذك، وانا بكره اي حد بيستقوي على الضعيف. ومن غير تفكير فجر العفاريت الصغيرين بصاعقه خلتهم رماد. 2 من العفاريت حاولوا يهاجموه لكنه بكل بساطه لمسهم بنظره شيطانيه حولتهم تراب في لحظه. زعيم العفاريت شاف اللي بيحصل وقال: يا نهار اسود، انا لازم اجري من هنا. لكن قبل ما يتحرك خطوه ارتي رماقه بنظره سريعه وفجاه اختفى كانه عمره ما كان موجود اصلا. بعد ما الجو هدي ارينو قربت من ارتي وقالت له بحزن: ليه جيت تنقذني؟ كنت خلاص مستعد اروح اقابل اجدادي. ارتي ابتسم وقال لها: انا بفهم الشعور ده اكتر من اي حد، انا كنت وحيد يا ساتر عايش كفاشل طول
طول حياتي. وبكل جرأة قال لها أنا عايز أبقى صاحبك. لكن أرينو كانت مترددة وقالت له بس أنت ممكن تسيبني زي ما كل الناس عملوا. إرتي بكل ثقة قال أنا مش من النوع اللي بيدخل في حياة الناس ويخرج منها بسهولة، أنا هنا وهفضل معاكي. وبعدها مد إيده وقال إيه رأيك؟ أرينو بصت له للحظة وبعد تفكير قصير حطت إيدها في إيده، ودي كانت بداية الصداقة بينهم. بعد مرور سنوات إرتي صحي من حلم غريب جدا ولاحظ إن رينو نايمة جنبه على السرير وقريبة بطريقة مريبة. اتخض وسألها وهو مرتبك أنت بتحاولي تورطيني في دفع نفقة أطفال ولا إيه؟ لكن أرينو وهي مش متأثرة بالكلام ردت بكل برود لا يا عبقري، أنا عايزة نلتحق مع بعض بأكاديمية السحر في الفصل الجاي بعد الصيف. لما انتهى الصيف وصلوا لأكاديمية السحر الوطنية للتسجيل. جوه الأكاديمية قابلوا جولد مدير المدرسة اللي كان متحمس جدا بوجود أطفال من الثلاثة أبطال العظماء في الأكاديمية. لكن أرتي وهو متلخبط جدا قال في نفسه الراجل الخنزير ده بيتكلم عن إيه؟ أبويا كان مجرد واحد مفلس وملهوش أي قيمة. جولد قرر يفهمهم الوضع وقال لهم إنهم معفيين من الامتحان العملي لدخول الأكاديمية وكل اللي مطلوب منهم هو اختبار كتابي. بعد ساعات من الاختبار الكتابي تجمع الطلاب الجدد حوالين لوحة النتائج عشان يشوفوا إذا كانوا انقبلوا ولا لا. أرينو لقيت اسمها بسهولة وكانت فرحانة جدا بعد ما عرفت إنها حصلت على 9.4 وتم قبولها. لكن إرتي كان متلخبط ومش قادر يلاقي اسمه على اللوحة. فضل يدور لحد ما وصل لآخر اسم في القائمة ولقاه. اكتشف إنه مقبول رغم إنه جاب 0 في الاختبار. إرتي وقف مصدوم وقال إيه اللي بيحصل ده؟ فجأة ظهر جولد المدير الضخم اللي شكله عامل زي جرد عملاق وقال له رغم إن إجاباتك كانت غلط بمعايير الزمن ده إلا إنها كانت عبقرية وفوق الخيال مقارنة بالعصر اللي احنا فيه. حتى السحرة من فئة الهكساجون ما يقدروش يوصلوا لنفس الحلول اللي قدمتها. بعدها جولد فاجأ أرتي وأرينو بحقيقة صادمة. انت يا أرتي وريس دماء اعظم ساحر في التاريخ، ابوك جاك وامك كارلا اللي دمروا الاله الشرير وعادوا السلام للعاصمة الملكية. واثناء الكلام ده كله في ظلال الأكاديمية كانت قطة غريبة بشكل غامض بتراقب كل اللي بيحصل بصمت. لما دخلوا الفصل لاحظ أرتي وأرينو ان الطلبة الضعاف اللي معاهم في الفصل كانوا عاملين زحمة حوالينهم، الكل عايز يتقرب منهم لانهم ولاد ابطال البلد. وفجأة دخل 2 اشكالهم زي الكوارث وقطعوا المشهد وقالوا لأرتي وأرينو ما تفتكروش ان الشهرة دي هتدوم، لسه اللعبة في بدايتها. في نفس اللحظة لاحظوا واحد بيتنمر على بنت سكسوكية بشعر وردي اسمها جيني. أرينو قررت تتحرك عشان تدافع عنها، بس الواد الواقع عرف نفسه بكل كبرياء وقال انا إلدورادو. ووجه كلامه لأرينو خليكي في حالك وما تدخليش مناخيرك اللي ملهاش لازمة في امور ما تخصكيش. وبكل غرور قال لهم عيلة جيني بتخدم عيلتي من اجيال، يعني هي لعبتي الشخصية وليا الحق اعمل فيها اللي يعجبني. هنا أرتي فقد اعصابه وصرخ فيه اقفل بقك الازر ده يا كلب، بطل تعمل فيها هتلر العصر. لكن إلدورادو بكل ثقة قال لو عايزني اسمعك لازم تواجهني في مبارزة. قبل ما الامور تخرج عن السيطرة دخلت فجأة الست القطة الغامضة اللي طلعت انها مدرسة في الأكاديمية وقالت بصوتها الرزين ايه الهيصة دي؟ أرتي واقف متجمد لما سمع صوتها، ولما لف وشه اكتشف ان القطة السخنة دي هي أوليفيا واحدة من جنرالاته لما كان لسه فارفاتوس زعيم الشياطين. في اللحظة دي أرتي قال في نفسه لو أوليفيا عرفت اني عدت تجسيد حياتي عشان اعيش زي الخايب ده اكيد هتكون مشتعلة غضب. لكن على عكس توقعاته أوليفيا ابتسمت وقالت تمام انا وافقت على المبارزة دي. بعدها اتجمع الطلاب في الساحة المفتوحة عشان يشوفوا المبارزة بين أرتي وإلدورادو. أرتي كان بيحاول انه يخلص المبارزة من غير ما أوليفيا تكتشف انه هو زعيم الشياطين السابق. في البداية إلدورادو رسم دائرة سحرية وبدأ يطلق كرات نارية ضخمة على أرتي، لكن أرتي كان أسرع، استدعى درع كهربائي أطفأ النيران في لحظة وكأنها ما كانتش موجودة أصلا. وبدون أي تردد أرتي قرر يستخدم تعويذة محظورة واستدعى دوائر سحرية متعددة في نفس الوقت، من خلالها أطلق كرة نارية جبارة قادرة تحرق حتى الشيطان نفسه. ومع استخدام أرتي للتعويذة المحظورة إلدورادو قرر إنه مفيش فايدة واستسلم فورا، والكل شاف هزيمة الواد المغرور اللي ما عندوش غير شوية ثقة على الفاضي. أرينو جرت بسرعة عشان تهني أرتي وجيني شكرت له وقفته معاها وإنقاذها من التنمر، لكن أوليفيا كانت مركزة في حاجة تانية. لاحظت إن أرتي استخدم تعويذة ممنوعة وده كان غريب جدا بالنسبة لطالب في السنة الأولى. قربت منه بنظرة مشبوهة وقالت له بابتسامة ماكرة إزاي حد زيك يقدر يعمل جدار دفاعي ضخم ويتحكم في انفجار جحيمي؟ ما تقلقش أنا هكتشف حقيقتك قريب جدا. بعدها الطلاب تجمعوا عند مدخل زنزانة تدريب ميداني. أوليفيا قالت لهم قسموا أنفسكم لمجموعات من 3. على طول كل البنات والأولاد اللي مالهمش أي موهبة جريوا بسرعة عشان يكونوا في فريق مع أرتي وأرينو النجوم المتألقة. لكن أرينو همست لأرتي وقالت إيه رأيك نسيب الزحمة دي ونتعاون مع جيني بدل ما نضيع وقتنا مع الفشلة دول؟ وفعلا دخلوا الزنزانة كفريق مع جيني. هناك أوليفيا وضحت لهم الهدف من التدريب الميداني، تقتلوا وتجلدوا جلد ذئب أسود. بعد دقائق قليلة أرتي وأرينو واجهوا مجموعة من الذئاب السوداء لكنهم ما قضعوش وقت، بكل براعة قضوا عليهم وخلوهم رماد في لحظات. جيني من ناحيتها وقفت متوترة لأنها ما قدرتش تساعدهم وشعرت إنها بلا فايدة. هنا أرتي قرر يعلمها شوية دروس متقدمة. بعد دروس طويلة اكتشف إنها فعلا هوبلس، كانت بتعاني من قلة ثقة بنفسها بسبب سنوات من التنمر والمعاناة اللي عاشتها هي وعائلتها. لكن أرتي شجعها وقال لها ما تستسلميش، دايما في فرصة للتعلم. بعدها عرض عليها تعويذة اسمها سحر الانقسام. لما شافت البنات التعويذة دي انبهروا جدا والواحدة فيهم قالت ده مستوى مش طبيعي. شرح لهم أرتي إن التعويذة دي هو اللي اخترعها وبتستخدم المنى من الجو كمصدر طاقة للدائرة السحرية. بعد شوية الفريق استمر في التقدم في الزنزانة، لكن فجأة وقف
ووقعوا في فخ جراهم مباشرة لأسفل الزنزانة للطابق الأخير. في اللحظة دي وجدوا نفسهم قدام الزعيم الأخير للزنزانة، مخلوق مينوتور ضخم شكله زي كابوس. أرتي فورا وقف قدام البنات لحمايتهم، وبمهارته المعهودة قضى على المينوتور اللي حاول يهاجمهم. بعد ما خلص التفت لجيني وقال لها لازم تجمعي شجاعتك وتحاولي توجيه الضربة القاضية. في البداية جيني كانت متوترة جدا ورجليها مشلولة من الخوف، لكن بعد لحظات استجمعت كل شجاعتها متذكرة الذكريات المؤلمة من ماضيها. خطت خطوة للأمام لأول مرة وبتصميم واضح، فعلت تعويذة سحر الانقسام اللي اتعلمتها من أرتي، وفي لحظة فجرت المخلوق الضخم ودمرته تماما. بعد ما خلصوا المهمة خرج الفريق من الزنزانة وراحوا لأوليفيا وهم حاملين قرون المينوتور كدليل على إنجازهم. البنات بحماس قالوا لأوليفيا قدرنا نهزم الزعيم الأخير بفضل تعويذة السحر اللي أرتي علمها لنا. أرتي اللي كان مرتبك ومتوتر حاول بكل جهده يشرح لأوليفيا إن البنات كذابين وإنه معلمهمش حاجة، لكن قبل ما يقدر يبرر كلامه إلدورادو وشلة أتباعه بدأوا يشتموا جيني ووصفوها إنها فاشلة ملهاش أي فايدة، وإنها بس لصقت بأرتي عشان ما كانتش قادرة تدخل الزنزانة لوحدها. جيني اللي خلاص زهقت من وجوههم القبيحة مشيت ناحية إلدورادو وبدون أي تردد صفعته على وشه السمين اللي زي الكارثة. أرينو اللي قررت تضيف لمساتها جابت سلة زبالة وحطتها فوق رأسه وقالت بكل تهكم ده المكان المثالي لرأسك الفاضية. بعد أسابيع قليلة استدعى المدير جولد أرتي إلى مكتبه وطلب منه المشاركة في حدث معركة الطلاب اللي الملكة نفسها هتحضره. شرح له إن الحدث ده فرصة عظيمة للمدرسة إنها تطلب زيادة في الميزانية. أرتي رغم تردده وافق على المشاركة لأنه كان شايف إن ده لمصلحة المدرسة والطلاب. وأثناء خروجه من مكتب المدير قابل جيني في الممر. جيني بابتسامة غامزة طلبت منه يخرج معاها في موعد. أرتي حاول يرفض، لكن مع وجود سببين مقنعين جدا على صدرها لقى نفسه بيقول تمام موافق بدون وعي منه. وفجأة ظهرت أرينو من العدم وقالت إنها كمان عايزة تروح معاه في الموعد. جيني بكل هدوء قالت مفيش مشكلة، في مكان لكل واحدة، وأرتي راجل عنده إمكانيات هيرم عظيمة. وبكده أرتي ومعجباته راحوا في موعد جماعي. أول محطة كانت في المسرح حيث شافوا مسرحية، لكن أرتي كان مستاء جدا لما اكتشف إن المسرحية كلها عن حياته السابقة كفارفاتوس وعن حبيبته الميتة ليديا. في المسرحية كانت ليديا بتتقدم كأنها جنية محبة وحنونة، بس أرتي كان عارف كويس إنها في الحقيقة كانت عكس كده تماما، عصبية ومندفعة. بعد المسرحية السيئة دي قرروا يتمشوا في الشارع عشان يدوروا على مطعم كويس للعشاء، وفي وسط التمشية اتفاجئ أرتي بمجموعة غريبة أشكالها كأنها جزء من فرقة رخيصة بتنتمي لتنظيم تامو. كانوا واضح جدا إنهم بيخططوا لعملية اغتيال الملكة. وهنا قرر أرتي إنه يتعقب المجموعة المشبوهة ومعه البنات اللي كانوا بيحاولوا يواجهوا سرعته، ودخلوا سوا إلى المجاري عشان يكشفوا خطط العصابة. لكن بمجرد ما دخلوا المجاري لقوا نفسهم في كمين محكم من الجماعة الوسخة دي. الزعيم اللي شكله أسوأ من سمكة البلوب بدأ الهجوم فورا وفعل دائرة سحرية ضخمة غطت أرتي بالكامل بالنيران. بس لحظة واحدة الزعيم وقف مصدوم وعيونه وسعت كأنه شاف شبح، لأن النيران ما عملتش أي حاجة في الأوفر باور جيجا شاد أرتي. بكل هدوء أرتي طفى النيران بحركة بسيطة وفعل دائرة سحرية جديدة وصعق العصابة بالكامل بتيار كهربائي مظلم خلاهم واقعين على الأرض زي البطاطس المقلية، ما عدا الزعيم اللي قرر إنه لسه عنده أمل. فجأة اتحول لمخلوق شيطاني كامل الأجنحة وقرر يهرب. ما ضيعش وقت، فجر فتحة في سقف المجاري وطار في الهواء، بس طبعا أرتي ما سابوش، فعل تعويذة الطيران وطار وراه وهو بيطلق وراه سيول من النيران المرعبة اللي حولت المجاري لفرن جهنمي. الشيطان بدأ يحس إنه مش قده، وفجأة مسك طفلة بريئة وهدد إنه يكسر رقبتها لو أرتي قرب منه. المواطنين بدأوا يهلعوا وأجواء الذعر غطت المكان، لكن أرتي قرر يهدي الناس وقال بصوت هادي وثقة مطلقة أنا ابن الساحر العظيم، والشيطان ده ولا حاجة بالنسبة لي، هيموت حالا. الشيطان استشاط غضب وقال أوه كده يا ابن العظيم، طيب خلي الطفلة تدفع الثمن. لكنه فجأة لقى إيده فاضية، الطفلة مش موجودة. أرتي كان أسرع منه وبكل برود انفعل تعويذة أسطورية اسمها وميض بابل اللي حولت الشيطان لرماد في ثانية. مع نهاية القتال الطفلة جرت عليه بدموع الشكر وقالت له أنت منقذنا، شكرا ليك يا بطل. الناس كلها كانت حواليه بتشجعه وبيصرخوا أرتي أقوى راجل على إيد الحياة. في اليوم التالي أثناء استراحة الغداء فجأة بنت عشوائية قررت تعترف بحبها لأرتي، لكن التوب جي رفضها بكل بساطة وقال أنا مش محتاج مجانين زيادة في الحريم بتاعي. وهنا أرينو طلعت من وراهم زي الشبح وشافت المشهد وهي على وشك الانفجار من الغيرة. الغضب كان مولع فيها، وفكرة إن أرتي يضيف عضوة جديدة للحريم الغريب بتاعه كانت بتقتلها من جوه. في الناحية التانية في مكتب المدير جولد كان بيتكلم مع البروفيسورة جيسيكا واحدة من المدرسات في الأكاديمية. جولد قال لها عارفة يا جيسيكا أرتي رفض يشارك في الحدث القتالي الجاي، وكمل كنت ناوي أخليه مدرب في الأكاديمية بس النبلاء رافضين الفكرة تماما، بيقولوا مش هيقبلوا بواحد من العامة يكون أستاذ عندهم. لكن جولد كان عنده خطة جهنمية في دماغه، كان ناوي يستخدم الحدث القتالي كفرصة عشان يعرض مهارات أرتي الفائقة قدام الكل، بحيث النبلاء ما يكونش عندهم خيار غير إنهم يوافقوا عليه كمدرب. لما سمعت جيسيكا الخطة ابتسمت بثقة وقالت سيب الموضوع عليا، أنا هعرف أرتب كل حاجة. في وقت متأخر من الليل قررت جيني إنها تزور أرتي في أوضته وهي لابسة لبس خلينا نقول عطشانة عشان تغريه باستخدام قدراتها السكسوكية. قربت منه وهي على السرير وكانت ناوية تبدأ دروس العمق الاستراتيجي باستخدام إكسكاليبر المشحون بتاعه.
لكن في الوقت ده ارينو كانت حاسه بالذنب عشان نوبه الغيره اللي عملتها قبل كده، وقررت انها تصلح الوضع. دخلت اوضته وهي لابسه حاجه مش قليله ابدا عشان تثبت انها برضه باديه في السرير، بس للاسف دخلت واصطدمت بجيني وهي في وسط مهاراتها الاحترافيه في البلع العميق. هنا ارينو على طول ولعت غيرتها، وبدات معركه كلاميه انتهت بتحدي رسمي، اللي تفوز تحتفظ بارتي والخسرانه تلف في الشوارع من غير حمايه الحبكه. لكن فجاه جيسيكا اقتحمت الاوضه وقالت لهم بكل حماس: بدل العبط ده ليه ما تشاركونش في البطوله القتاليه الجايه؟ كطلاب فنون قتاليه هتكون فرصه مثاليه لمساعده ارتي عشان يبقى مدرس رسمي في الاكاديميه، وفي نفس الوقت تقدروا تتصارعوا زي ما انتم عايزين. الفكره عجبتهم جدا ووافقوا بكل حماس. يوم الحدث المنتظر الساحه كانت مليانه بالجماهير، الصوت كان عاليا والترقب في كل مكان. مع بدايه البطوله الطلاب بداوا يتحدوا بعضهم البعض. الحكام كانوا اهل ارتي الابطال العظماء وابو ارينو البارون الاسطوري، اما ارتي فكان قاعد وسط الجمهور مع اوليفيا بيتفرج وبيحلل الوضع. لما جه دور ارينو كانت متوتره في الاول، بس سرعان ما استخدمت سحر الانقسام وصعقت الخصم بتاعها وكسبت المباراه بسهوله. طوال المرحله الاولى من البطوله ارينو وجيني كانوا بيدوسوا على المنافسين بدون رحمه ونجحوا في التاهل للنهائيات بكل جداره. بس قبل ما تبدا المباراه النهائيه فجاه واحد من المتفرجين اللي لابس قناع وقف وتحول فجاه لجوبلin مجنح، وقبل ما حد يستوعب باقي المتنكرين بداوا يتحولوا لمخلوقات شيطانيه وبدا الهجوم الفعلي. الساحه كلها اتحولت لفوضى تامه. ارينو وجيني اتحالفوا مع بعض وبداوا يفجروا الوحوش السحريه بالنيران، بس فجاه ظهر وحش بلوري ضخم من تحت الارض وهاجم البنات بكل عنف. حاولوا يستخدموا السحر الناري عليه، لكن للاسف الهجوم كان فاشل زي الاجساد الخامله بتاعتهم. الوضع بدا يكون اسوا والبنات فهموا انهم في ورطه حقيقيه. في اللحظه دي الوحش بدا يقترب من ارينو وجيني بخطوات تقشعر لها الابدان، لكن فجاه اول هايد دخل في المشهد واعترض طريقه عشان يدافع عن بنته. بقوته الخارقه نجح في تدمير الوحش بالكامل، لكنه للاسف اتطعن في بطنه بشكل مفاجئ على يد البروفيسوره جيسيكا. المفاجاه كانت صاعقه للجميع لما كشفت جيسيكا عن هويتها الحقيقيه وقالت بصوت بارد: اسمي الحقيقي إلارد، وانا شغاله مع الاعداء من زمان. وكملت كلامها بكل وقاحه: مهمتي كانت خطف ارينو، وانا بفضل انك تستسلمي من غير مقاومه. جيني حاولت تتصرف وتهاجم إلارد، لكنها بسرعه استدعت حاجز واقي تصدى لانفجار النيران بسهوله. بعدها اطلقت موجه هوائيه قويه جدا دفعت جيني للارض وخلتها ما قادره تتحرك. عشان تحمي جيني من مصير اسود ارينو قررت تستسلم وطلبت من إلارد انها ما تاذيها. إلارد بابتسامه شيطانيه فتحت جناحاتها الشيطانيه الضخمه، خطفت ارينو وطاروا في السماء تاركين جيني على الارض عاجزه تماما. في غرفه الممرضه كان اول هايد بيتعالج على يد ارتي اللي شاف جروحه باستخدام تعويذاته السحريه. بعدها اول هايد قال لارتي ان إليرد ملك الجنون التنانين هي اللي خطفت ارينو. عند سماع الكلام ده كشف اول هايد ان إليرد هي نفسها الشيطانه اللي كادت تدمر العالم قبل عده سنوات، لكنه كان في حيره من نواياها الحقيقيه تجاه ارينو. ارتي وعد بكل اصرار انه هيعمل كل حاجه عشان ينقذ ارينو. لاحقا قاد اول هايد ارتي الى خزينه المملكه الملكيه وقال له: خد السلاح اللي يناسبك عشان مهمتك. قبل ما يغادر ارتي لانقاذ ارينو جاك نصح اول هايد انه يحكي لارتي الحقيقه عن طبيعه ارينو الحقيقيه، لكن اول هايد كان متردد وخايف. لو عرف ارتي الحقيقه ممكن يرفض انقاذها. تذكر اول هايد السعاده اللي كانت بتغمر بنته لما كانت مع ارتي، وقال في نفسه: ما اقدرش ادمر ده حتى لو كان العالم كله على المحك. في هذه الاثناء استيقظت ارينو لتجد نفسها مقيده باصفاد سحريه ومحاطه بكره سحريه شفافه. إليرد التي كانت الان في شكلها الشيطاني اخبرتها بانها بحاجه الى الدم الذي يجري في عروق عائلتها. بعدها كشفت عن وحش مرعب يدعى اليتيم الفوضوي، وهو مخلوق تم انشاؤه باستخدام بقايا لحم العديد من الحكام الشريرين الذين قتلوا على يد زعيم الشياطين. إليرد تابعت كلامها بلهجه مليانه شر وقالت انها بتخطط للتضحيه بارينو لهذا الوحش، وبهذا يمكنها استدعاء احد الحكام الشريرين من بعد اخر وتدمير العالم اللي اصبح ضعيف وطري على حد وصفه. لكن ارينو بكل ثقه ردت عليها: ارتي اكيد هيجي وينقذني. إليرد ابتسمت ابتسامه خبيثه وقالت: اوه بجد؟ طيب لو عرف سرك هيكرهك وهيعاملك كوحش. وبعدها الغت المجال السحري اللي كان بيحمي ارينو ومرت الوحش. كلها بشويش، خليك لطيف. في الطريق لمهمه الانقاذ جيني هرولت ناحيه ارتي وطلبت منه الانضمام للمهمه، وقالت له: ارينو وقفت جنبي قبل كده كصديقه ولازم ارد لها الجميل. لكن ارتي ابتسم بكل ثقه وقال لها: ما تقلقيش هرجعها قبل العشاء. لحظه المواجهه في الوقت اللي كان الوحش فيه على وشك الاستيلاء على جسد ارينو، فجاه ارتي ظهر بطريقه دراميه تفشخ اي شرير ودمر الوحش تماما وكانه ما كانش موجود اصلا. بكل شموخ قال: محدش من الشياطين هيهرب من غضبي. وبدون اي تردد استخدم سحر الانقسام ومسح باقي الشياطين قدام عيون ارينو وإليرد اللي بصت عليه بصدمه. لكن إليرد قدرت تفلت باعجوبه من الهجوم المدمر وقررت تلعب على الورقه الاخيره. كشفت لارتي السر اللي كان مخبيها والهايد: ارينو ملكيه والدم اللي في عروقها من نسل الحكام الشريرين. لكن وعلى عكس توقعاتها ارتي بص لها وقال بكل هدوء: وايه يعني؟ سواء كانت بنت حكام شريرين او حتى كانت هي الحاكم نفسه، اللي يهمني انها طيبه وشجاعه اكتر من اي حد قابلته في حياتي. الكلام ده كان صدمه لإليرد اللي انفجرت غضبا واطلقت عليه طاقه غامضه، لكن ارتي بكل سهوله استخدم رمحه السحري والغى الهجوم. إليرد وهي بتكابر بدات تهاجم من كل اتجاه، لكن ارتي كان بيرد عليها بدوائر سحريه حاصرتها بنيران جباره. وبعد ما خدت نصيبها من التفحم ارتي قرر ينهيها بطريقه بطوليه. اطلق
أطلق رمحه بكل قوته، اخترقها في مقتل وطيرها بعيد بعيد على طول لحد ما وقعت في وسط المحيط زي الأمامة اللي هي عليها. في اللحظة دي قررت إليرد إنها تتحول إلى مخلوق وحشي مرعب، وبدأت تهاجم أرتي بطاقة غامضة مدمرة، لكن أرتي كان جاهز، استدعى حاجز سحري محصن بالكامل، صد الهجوم وكأنه كان بيصد نفخة هوا. فجأة أرتي رفع سيفه واستدعى روحي ليديا وقال لها: مستعدة تركبي معايا من تاني بعد كل السنين دي؟ مع ظهورها استعاد أرتي هيئته الأصلية كزعيم الشياطين فرفاتوس، وبدأ هجومه على إليرد بكل قوته. الاتنين بدأوا يتبادلوا انفجارات الطاقة واحدة بعد التانية، والمواجهة كانت عنيفة جدا لحد ما بدأت إليرد تكسب الأرضية وتضغط على أرتي. بس قبل ما الوضع يخرج عن السيطرة أرينو صرخت من بعيد: أرتي ما تخسرش قدام الكائنة الأزرق دي. التشجيع ده كان كافي لأرتي عشان يفجر كل إمكانياته المخفية ويطلق المرحلة التانية من قوته. المرة دي درعه بدأ يحلل البيئة حواليه ويتحكم فيها بشكل كامل، واستغل كل حاجة حواليه عشان يسحق التنين اللي قدامه. في لحظة واحدة أطلق انفجار ضخم هز الأرض تحتهم ومسح إليرد من الوجود تماما. بعد أيام قليلة داخل كهف مظلم ظهرت بنت اسمها سيلي، الأخت الصغرى لليديا، بعد ما كانت متخفية هناك ل3 سنوات في تدريب مستمر. لما خرجت أخيرا ووصلت للمدينة وقفت مذهولة وهي بتشوف التقدم الكبير في الشوارع. كل حاجة كانت مختلفة، ما استحملتش الموقف وراحت تجري في أول زقاق عشان تستوعب اللي بيحصل حواليها. هناك قابلت راجل غامض ملثم واللي قال لها: بصراحة أنت قضيتي 3000 سنة جوه الزنزانة، لأن الزمن هناك بيعدي بشكل مختلف. وهما ماشيين كشف لها الرجل الغامض إنه كان في يوم من الأيام خادم مخلص لزعيم الشياطين فرفاتوس جنب أختها ليديا. بمجرد ما سمعت اسم فرفاتوس سيلي قطعت كلامه وسألته بلهفة: فين زعيم الشياطين دلوقتي؟ الراجل الملثم قال لها: زعيم الشياطين مات، بس روحه رجعت للعالم مجددا متجسدة في شخص بائس اسمه أرتي ميتيور. وأضاف بابتسامة خبيثة: لو عايزة تعرفي أي حاجة عن أختك ليديا، أرتي هو الشخص الوحيد اللي يقدر يساعدك. في هذه الأثناء المدير جولد استدعى أرتي وزوجاته عشان يبلغهم بأمر المهرجان القادم، الحدث الأكبر في الأكاديمية واللي بيجيب ناس من كل أنحاء المملكة لجمع التبرعات للمدرسة. وأوضح لهم إنه حابب يشاركوا في تنظيم العرض المسرحي الرئيسي. وطبعا أرتي كان ناوي يزوغ، بس هنا جولد فاجئوا بورقة تهديد وصلت من مجموعة غامضة بيطالبوا فيها بإلغاء المهرجان. بالطبع جولد طلب من أرتي إنه يشارك في العرض وفي نفس الوقت يقوم بدوريات تأمين عشان يضمن إن المهرجان يمر بدون مشاكل. بعدين في الفصل فجأة اقتحمت الفصل بنت غريبة الأطوار اسمها سيلي، وهي بتدور على أرتي بعنف وصرخت بصوت عالي: لو لقيتك هقلع قلبك من صدرك الهزيل ده. لكن قبل ما حد يلحق يرد عليها أوليفيا ظهرت من اللاشيء وبضربة محترمة على دماغ سيلي وقالت لها: كفاية بقى، انت لسه طفلة مغرورة حتى بعد 3000 سنة. رغم ان أرتي حاول يستخبى بكل الطرق، الا ان سيلي فجأة شمت ريحته البشعة اللي وصفته بانها ريحة مقرفة مستحيل حد ينساها. وهنا اتصدم وقال لنفسه: ازاي اللوح المسطح ده عارفني؟ في اللحظة دي أوليفيا بكل هدوء انقلت قدام الكل: انت هو فرفاتوس المتجسد. أرتي اللي كان بيحاول يتهرب وقف مصدوم ورد عليها بكل براءة: انا لا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه يا شرموطو. لكن الوضع ما طولش، لان أرينو زهقت من البنت المجنونة اللي بتتصرف كانها صاحبة المكان. قامت ضربت الترابيزة وقالت بصوت عالي: انت مين يا لوح مسطح عشان تكلمي راجلي بالطريقة دي؟ وبدون اي تفكير أرينو تحدت سيلي في مبارزة عشان تعلمها الادب. لكن بمجرد ما سيلي شافت أرينو وقفت مشدوها وقالت: مستحيل، دي نسخة طبق الاصل من اختي ليديا. أوليفيا اللي كانت شايفة ان ده انسب وقت الكشف الحقيقة اقترحت ان أرتي يكون هو اللي يخوض المبارزة بنفسه. وطبعا أرتي عارف انه مفيش مفر. وهكذا انتقل الطلاب الى الساحة المفتوحة للتحضير للمبارزة. أرينو بكل ثقة قالت لأرتي: خلص على المجنونة دي في 3 ثواني يا بطل. كلامها زود حماس الجمهور، لكن خلى سيلي تنفجر من الغضب وهي بتقول: هفرمك فرم يا أرتي. وعلى طول هجمت عليه بسرعة جنونية والسيوف بدأت تتطاير في كل اتجاه. أرتي كان ناوي يسيب لها فرصة ويخفف من قوته عشان ما يكشفش نفسه، لكنه بسرعة اكتشف ان البنت دي عندها موهبة فريدة في إزعاج أي حد حتى لو كان راهب بوذي. رغم انه كان بيقاتل بأضعف مستوى عنده، إلا انه في النهاية حطمها تماما بدون أي مجهود يذكر. أوليفيا أعلنت بفخر: أرتي هو الفائز. لكن سيلي كانت عنيدة جدا ورفضت الهزيمة. في لحظة غضب استدعت سيفها بيرسرك وأطلقت موجة طاقة شريرة مباشرة ناحية أرتي في محاولة لإنهائه تماما. لكن أرتي كان أسرع منها وقام بإنشاء حاجز سحري صد الهجوم بسهولة. سيلي قررت تهاجم من جديد، لكن أوليفيا قاطعتها بصرخة قوية: بصي حواليكي. وهنا كانت الصدمة، الطلاب اللي حوالين الساحة كانوا كلهم واقعين مغشي عليهم بسبب تأثير طاقتها السامة. أوليفيا وقفت غاضبة وقالت لها: انت بتتصرفي بتهور تام، مش كل حاجة بالعنف يا بنت. حتى أرينو دخلت على الخط وقالت لها بحدة: انت بتهددي حياة الناس بطيشك ده. في اللحظة دي سيلي وقفت متوترة وشعرت بالندم وانحنت وقدمت اعتذارها للجميع. بعد المبارزة أرتي بدأ يشرح للفصل عن المهرجان القادم والخطة الجديدة لتمثيل مغامرات زعيم الشياطين على المسرح. وضح لهم انه هو بنفسه هيلعب دور زعيم الشياطين. وهنا سيلي اقترحت فكرة عبقرية: أرينو لازم تلعب دور ليديا، شكلها زيها بالضبط.
لما جه وقت اختيار دور الحاكم الشرير في المسرحيه محدش كان عايز يلعب الدور الشرير، وطبعا مفيش حد كان متحمس غير سيلي اللي قررت انها تاخد الدور لانها شافتها فرصه مثاليه للانتقام من ارتي في المسرحيه. بعدها بدأ الفصل يقرر نوع الازياء اللي هيستخدموها في العرض. جيني كالعاده اقترحت ان البنات يلبسوا زي خدمات مكشوف وجذاب، واكدت انه هيكون نجاح مضمون وهيشد الجمهور المثقف، لكن البنات كلهم رفضوا الفكره واعتبروها حاجه عطشانه بزياده. وهنا سيلي قررت تكون اول واحده تجرب الزي بكل ثقه، لكن جيني انفجرت من الضحك وقالت لها خلاص يا لوح مسطح، الزي مش هيليق على المؤامره المسطحه بتاعتك. يوم المهرجان واخيرا جه اليوم المنتظر. ارتي وارينو بداوا مهامهم المخصصه، وهي تامين شوارع الاكاديميه والبحث عن اي تهديد محتمل لسلامه المهرجان. واثناء دورياتهم وقفوا قدام شجره غريبه الشكل. ارينو قالت له مش الشجره دي شكلها غريب؟ فجاه ومن العدم اوليفيا ظهرت كعادتها وقالت لهم الشجره دي بتخبي جواها سيف مقدس ملكي من العصور القديمه. وبعد ما رمت المعلومه عليهم وكانها بتتكلم عن حاجه عاديه، قررت تفاجئ ارتي بمصيبه جديده. بالمناسبه انت هتشارك في بطوله ملك السيوف خلال المهرجان. ارتي حاول يحتج وقال انا اصلا في فريق المسرحيه، لكن اوليفيا كانت له بالمرصاد وقالت له اقفل بقك وتعامل مع الموضوع، هتشتغل في المسرحيه والبطوله مع بعض. لاحقا في كافيه الخادمات قرر ارتي يمر على الكافيه عشان يطمن على البنات، لكن البنات استغلوا الفرصه عشان يمارسوا مهاراتهم في الخدمه وبداوا يدلعوه بكلام معسول ومعامله زي الامير، لدرجه انه تقريبا كان هيذوب من كميه الاهتمام. لكن المفاجاه ان ارينو دخلت المكان فجاه وهي مولعه من الغيره وصرخت في ارتي انت سايبني لوحدي في الدوريات وجاي تستمتع هنا؟ جيني اللي كانت جاهزه للرد قالت لها بكل برود احنا بس بنتدرب على شغلنا كخدمات مش اكتر. لكن ارينو ما سكتتش وصرحت بغضب انا كمان اقدر اقدم خدمه. وفي لحظه لبست زي الخدمه ووقفت بكل كبرياء وامرت باقي البنات المضحوكين على نفسهم يبتعدوا فورا. جيني اللي ما كانتش مستعده تسكت ردت عليها بحده ارتي مش ملكك لوحدك، هو بابا كل البنات هنا. الكلام ده ولع الدنيا وارينو انفجرت وقالت اوه فعلا تعالي نحل الموضوع في بطوله ملك السيوف ونشوف مين تستحق لقب الوايفو الرئيسيه. بعد ساعات بدات بطوله ملك السيوف. ارينو كان خصمها الاول مجرد فاشل ضعيف ما استحملش لحظه قدام ضرباتها وسقط بسهوله كانه مجرد دميه. اما مباراه سيلي فكانت فضيحه بكل المقاييس لان خصمها الاستراتيجي قرر الاستسلام قبل حتى ما تبدا القتال. لكن جيني واجهت خصم قوي وضخم وفي البدايه كان الوضع ضدها تماما، لكن بمجرد ما سمعت تشجيع ارتي لها من المدرجات استجمعت قوتها ونجحت في تحقيق انتصار ساحق على الوحش البشري اللي كان قدامها. اما في النهائي كانت المواجهه بين ارتي واوليفيا. ارتي فكر انه يهدي اللعب شويه عشان ما يكشفش هويته الحقيقيه، لكن في نفس الوقت كان عارف انه لو خسر بسهوله هيكون الامر مريب. مع تطور المعركه قدرت اوليفيا تسيطر على الموقف ووجهت سيفها مباشره لرقبه ارتي، لكن في لحظه دراميه بالغلط ارتي فعل تعويذه الجدار العملاق اللي طارت باوليفيا بره حلبه الكولوسيوم بالكامل. الجمهور كان في حاله ذهول وارتي بقى في موقف لا يحسد عليه. استخدام السحر المحظور ادى الى استبعاده فورا من البطوله. واخيرا بدات المواجهه المنتظره بين ارينو وجيني. كل واحده منهم قدمت كل اللي عندها في معركه شرسه، لكن في النهايه انتصرت ارينو وحققت لقب الوايفو الرئيسيه. لكن بينما المهرجان شغال شخصيه غامضه ملثمه كانت بتراقب الاحداث من نقطه عاليه متابعا كل اللي بيحصل بصمت مخيف. المسرحيه المدرسيه بدا العرض المسرحي بظهور الجميع في ازيائهم. سيلي بمجرد ما شافت ارينو في دور ليديا حسيت انها شايفه اختها المتوفيه قدامها. العرض كان مثير لدرجه ان البنات اللي في الجمهور كانوا بيصرخوا من الحماس وهم بيشوفوا ارتي في دور زعيم الشياطين. لكن بالنسبه لارتي العرض كان اكتر من مجرد تمثيل. ذكرياته القديمه كزعيم الشياطين فارفاتوس بدات ترجع له، خصوصا ذكريات معركه قاتل فيها بجانب ليديا وسيلي ضد قائد قبيح من جيشه. في المعركه دي سيلي كانت حاسه انها عديمه الفائده وكانت مقتنعه ان الكل بما فيهم اختها ليديا بيحتقروها، لكن فارفاتوس طمنها وقال لها ليديا مش قاسيه عليكي، هي بتحاول تحميكي من انك تضيعي حياتك الفاضيه دي. الكلمات دي اشعلت حماس سيلي وليديا قادت الفريق للنصر بطريقه مجنونه. فجرت قنابل زرعتها في ساحه المعركه بدون ما تفكر حتى ازاي فريقها هيهرب قبل ما يتحولوا لاشلاء. ورغم الخطه المتهوره نجحت بشكل معجزه. العوده للوقت الحاضر بعد نهايه المسرحيه لاحظت سيلي بنت شعرها ابيض بتخرج من المسرح، وعلى الفور افتكرت انها ليديا. جرت وراها بكل سرعتها لكنها ما لقيتش غير الراجل الملثم الغريب اللي كان مستنيها بابتسامه مرعبه. بعد ساعات من الانتظار بدا ارتي وجيني يشعروا بالقلق الشديد بسبب اختفاء سيلي المفاجئ، لكن المفاجاه ان سيلي ظهرت فجاه وهي ماشيه نحوهم بطريقه غريبه كانها منومه مغناطيسيا. ولما وصلت لهم بابتسامه كلها ثقه قالت بكل غرور هزيمتي لارينا في المبارزه النهائيه محسومه. بعدها نظرت لارتي وقالت له اقابلني عند شجره ملك السيوف. المباراه النهائيه بين سيلي وارينو. بدات المواجهه بدون اي مقدمات وارينو ما ضيعتش وقت، استخدمت تعويذه النقل الفوري وظهرت فجاه خلف سيلي وسددت لها ضربه قويه افقدتها الوعي في لحظه. الجمهور كله كان مصدوم، لكن ارتي حس ان في حاجه غلط. في وقت لاحق التقى ارتي بسيلي عند الشجره وهناك كشفت نواياها الحقيقيه، كانت عازمه على القضاء عليه. السيف الضخم اللي كانت بتحمله بدا يتوهج وكشفت انه السيف المقدس اللي كان في يوم من الايام بيد الفارس الاسطوري السلاح الالهي اللي كانت ليديا بتعتز بيه. سيلي شرحت ان السيف كان محبوس داخل الشجره ومن غير اي تردد استدعت سيفها السامي
المميت وبدأت هجومها بلا رحمة على ارتي اللي اضطر للمراوغة بصعوبة شديدة. لكن ارتي ما استسلمش بسرعة، فعل تعويذة سكاي ووكر وبدأ يطير في الجو عشان يتفادى الهجمات المستمرة. وهو بيحاول يهرب كان بيفكر يا ترى سيلي اتغسلت دماغها في حاجة غلط. الحقيقة المخيفة قبل الأحداث دي الرجل الملثم حط إيده على رأس سيلي وعرض عليها ذكرى مشوهة من الماضي. في الرؤية ظهر فرفاتوس كأنه السبب في إعدام ليديا. سيلي رغم شكوكها صدقت إن ارتي هو اللي أنهى حياة أختها الحبيبة. بعد غسيل الدماغ أمرها الرجل الملثم بتنفيذ مهمتها الوحيدة، اقضي على زعيم الشياطين. العودة للوقت الحاضر، سيلي اللي كانت في حالة غضب أعمى أخيرا قدرت تخترق دفاعات ارتي وضربتها على ظهره بقوة شديدة خلته يسقط على الأرض بعنف. بابتسامة مليانة انتصار رفعت سيفها وقالت بفخر أخيرا قتلت الشخص اللي باعث أختي إلى الجحيم. في الوقت ده كانت أرينو وجيني بيراقبوا المشهد من بعيد مقتنعين إن سيلي هتعترف بمشاعرها لارتي. قرروا يتدخلوا لإنقاذه، لكن بدل ما يحصلوا على شكر سيلي كادت ترسلهم للقبر بسبب هجومها العنيف. ولكن قبل ما الوضع يتدهور أكتر ظهر ارتي من جديد لكن مش بشكله العادي. ارتي تحول لفرفاتوس زعيم الشياطين. رؤية التحول ده جعلت سيلي تترك أرينو وجيني وركزت كل غضبها على هدفها الحقيقي فرفاتوس. هذه المرة فرفاتوس استخدم قوته لتحييد تأثير التنويم المغناطيسي اللي كان مسيطر على سيلي وأعاد لها وعيها. المواجهة النهائية الرجل الملثم اللي كان مستعد لخطته الكبرى ظهر فجأة بمجرد ما فقد السيطرة على سيلي. واجه فرفاتوس بكل جرأة وكشف عن خطته، أنا بحاول أحيي سيدي والتضحية بأرينو ضرورية لتحقيق هدفي، لكنك كنت العقبة الدائمة في طريقي يا فرفاتوس. بكل غضب الرجل الملثم استولى على السيفين المقدس والسام واندفع باتجاه فرفاتوس، لكن فرفاتوس بقوة هائلة وثقة مفرطة واجهه بدون حتى بذل مجهود كبير. في لحظات سحقه فرفاتوس كأنه مجرد لص عديم القيمة مستخدما السيف السام لمحو الرجل الملثم من الوجود تماما. اللحظة العاطفية بعد انتهاء المعركة ظهرت روح ليديا من داخل السيف، تحدثت لسيلي بصوت هادئ ومليء بالمشاعر، ما تلوميش فرفاتوس على موتي، ده مش كان ذنبه، الحياة مش هتستنى حد، عيشيها بدون ندم أو كراهية. كلمات ليديا كانت كالبلسم لسيلي اللي بدأت تستوعب إنها كانت محتجزة في دوامة من الغضب والندم، وقررت إنها تبدأ من جديد وتعيش حياتها بحرية وسلام. بعد أسابيع قليلة وأثناء الرحلة المدرسية حصلت حاجة غريبة جدا، الزمن فجأة وقف وكل حاجة حواليهم اتجمدت كأن العالم دخل في لقطة شاشة. ارتي والبنات كانوا قاعدين يتفرجوا وفجأة لقوا نفسهم في حالة غيبوبة عجيبة واتسحبوا لعالم أبيض ملوش أول من آخر. هناك ظهرت قدامهم بنت غريبة بشعر أبيض وقالت بكل غرور أنا الحاكم. طبعا ارتي حاول يحلل الموقف بس الحاكم قررت تديهم ملخص سريع للوضع، في كائن خارج عايز يخرب الدنيا ولو اتقابل هو وزعيم الشياطين فرفاتوس الدنيا هتتقلب رأسا على عقب وممكن واحد منهم يختفي للأبد. الحاكم طلبت منه بكل ثقة ساعدني أوقف الكارثة دي لأن التوازن في العالم على المحك. أول ما فاقوا من الغيبوبة اكتشفوا إنهم مش في زمانهم الحالي، لا كانوا في الماضي البعيد، تحديدا في العصر اللي كان فيه فرفاتوس هو زعيم الشياطين المسيطر. ارتي اللي كان واضح إنه عارف الموضوع كبير قال للبنات بكل جدية عشان نرجع لزماننا لازم نكمل مهمة الحاكم ونطلب مقابلة مع فرفاتوس. وأثناء ما كانوا بيتجولوا في الزمن القديم شافوا بنت صغيرة بتجري زي الهوا وراها وحش شكله زي أسوأ كابوس ممكن تشوفه اسمه ديث ستينجر. ارتي كالعادة تدخل فورا وانقذ البنت قبل ما الوحش يعملها عشاء. بعد ما انقذها اكتشفوا ان البنت دي واحدة من اتباع اوليفيا في الزمن ده، لكن المصيبة الحقيقية لما اوليفيا نفسها ظهرت قدامهم البنات اتصدموا، مش بس لانها كانت اصغر واقوى لكن لانها كمان ما تعرفش اي حاجة عنهم. في الصفوف الامامية كانت سيلي تقود هجوما عنيفا تحت اوامر ليديا وهي بتقطع صفوف الاعداء زي السكين في الزبدة. اما في المخيم الخلفي كانت جيني وارينو مكلفات بتوصيل الامدادات للجنود، لكن احساسهم بالامان اتدمر لما قائد عدو شكله مقرف قرر يشن هجوم مفاجئ وامطر المعسكر بسحر البرق المدمر. البنات وقفوا في حالة صدمة مش فاهمين ازاي العدو قدر يخترق خطوطهم لدرجة انه وصل كده بعمق، لكن ارتي كان عنده الاجابة الجاهزة وقال بكل هدوء استهداف الامدادات تكتيك معروف في الحروب، الهدف منه اضعاف الخصم. بعد توضيحه ارتي خط للامام عشان يواجه المعتدين بنفسه لان كده الوضع كان واضح انه محتاج تدخل سريع. في نفس الوقت عند ساحة المعركة ليديا وصلتها اخبار ان وحدة الدعم الخاصة بافير اتعرضت لكمين بواسطة قائد عدو. القلق كان واضح على ملامحها لكن الامور كانت بتتغير بسرعة في المعركة. في المعسكر الخلفي ارتي اطلق قوته الكاملة وفعل دائرة سحرية حول القائد القبيح اللي اتحول في لحظات لرماد ملهوش اثر. لما وصلت ليديا وسيلي لتقييم الوضع كانوا مصدومين من اللي شافوه، التهديد اللي كان شغال عليهم اتلاشى تماما. بعد الانتصار الساحق ده الفريق تم استدعائه الى العاصمة عشان يقابلوا فرفاتوس نفسه. جوه القلعة العظيمة وقفوا قدام زعيم الشياطين اللي كان هوت لدرجة انه رفع ضغط البنات بمجرد ما بص لهم. البنات بدأوا يتكلموا عن لقب زعيم الشياطين وهنا فرفاتوس رفع حاجبه وقال بتعجب انتوا بتتكلموا عن مين بالظبط؟ ارتي تدخل بسرعة عشان يشرح الموقف وقال زعيم الشياطين ده لقب تاني معروف عني، لكن الواضح ان فرفاتوس ما كانش فاهم اي حاجة من الكلام ده. هنا فرفاتوس كشف حاجة صادمة، قال ان في زعيم شياطين اخر ظهر وسيطر على القوة وان ده غالبا سبب الالتباس ده. بنظرة مليانة فضول فرفاتوس سألهم ليه افتكرتوني الشخص ده؟ في وقت لاحق اثناء مناقشة اللقاء مع فيردا وضحت لهم نقطة خطيرة، زعيم الشياطين في عالمهم والزعيم اللي في عالم ارتي شخصيتين مختلفتين تماما، كأن العوالم مش ماشية على نفس الخط الزمني وكل عالم له تاريخه اللي ممكن يكون مختلف شوية.
شويه. وهنا ارتي افتكر الحاله الغريبه اللي مروا بيها والمهمه اللي لازم ينفذوها، القضاء على الكيان اللي بيحاول يغير مصير العالم ويسيطر على لقب زعيم الشياطين. فيرد وضحت لهم اكتر، في العالم ده زعيم الشياطين ظهر لاول مره من 3 سنين، ومن وقتها وهو بيحتل الاراضي واحده واحده. حاولنا نتفاوض معاه بس ما سمعش كلامنا، وحتى في القتال المباشر فارفاتوس نفسه ما قدرش يهزمه. الكلام ده وقع عليهم كالصاعقه. جيني بفطنتها اقترحت، طب ليه ما نقابل فارفاتوس تاني ونكشف له الحقيقه، نقول له اننا من المستقبل ونحذره من الخطر اللي بيشكله زعيم الشياطين. ارتي فكر شويه وقال، معاكي حق، بس عشان نقابله تاني لازم نعمل حاجه كبيره تثبت اننا جديرين بالمقابله. ما عداش وقت طويل وليديا طلبت مساعده ارتي في معركه، بس لما عرف ان الخصم هو الملك الملعون ارتبك جدا. الملك ده هو السبب في لعن ليديا في الماضي واللي ادت في النهايه لموتها. ارتي حس ان المواجهه دي ممكن تنتهي بطريقه سوداويه لو اضطر يقضي عليها. لما وصلوا لمدينه الملك الملعون كانت الصدمه في انتظارهم. راس الملك كانت مفصوله عن جسده، حد سابقه وقضى عليه بالفعل. بس الصدمه الحقيقيه كانت لما زعيم الشياطين نفسه ظهر قدامهم بجاذبيه تخوف، ووقف بكل ثقه وقال لهم، روحوا قولوا لفارفاتوس انا بعلن الحرب رسميا. في اليوم التالي فارفاتوس دعا لاجتماع طارئ واستدعى جميع جنرالاته لمناقشه قرار مصيري، وامام الجميع اعلن عزمه شن حرب شامله ضد زعيم الشياطين بهدف واحد واضح، تدمير قلعه الشياطين بالكامل. بعد ما انتهى الاجتماع ارتي رجع لاوضته غارق في بحر افكاره، كان حاسس انه بيتلاعب بتاريخ العالم. والمشكله الاكبر ان ليديا اللي المفروض كانت تموت خلال الهجوم على الشيطان الملعون لسه عايشه. التفكير في الحكايه دي كان عامله صداع، لكن الصدمه الكبرى حصلت لما زعيم الشياطين ظهر فجاه في اوضته. ارتي وقف مذهول، بس اللي حصل بعدها كان خارج التوقعات. زعيم الشياطين وبهدوء غريب قال له، انا عارف انك جاي من المستقبل. بعدين خلع خوذته وكانت المفاجاه الكبرى، وجهه كان نسخه طبق الاصل من وجه ارتي. في اللحظه دي ارتي كان متجمد من الصدمه. زعيم الشياطين كان نسخه منه من زمن اخر، واللي جاب مهمه محدده، انقاذ ليديا، وعرض عليه التحالف لتحقيق الهدف ده. ارتي كان مترددا لكنه مد ايده عشان يقبل العرض، لكن فجاه صوت ليديا تردد في عقله، ما تعملهاش. التردد ظهر على وشه، وزعيم الشياطين لاحظ ده وقال له، معاك 3 ايام تقرر، هستنى ردك. بعد الغداء ليديا فجاه قررت تقضي وقت مع ارتي وقالت له، يلا نخرج شويه. الفكره بدت لطيفه في الاول، تبادلوا الضربات كانهم في مورتال كومبات لحد ما تعبوا تماما. واخيرا بعد ما استعادوا انفاسهم ارتي قرر يسالها سؤال جاد، لو اضطريتي تضحي بكل حاجه عشان تنقذي حد عزيز عليكي هتعمليها؟ هنا ليديا بقت جاده لاول مره وقالت له، تعال اوريك حاجه. قادته القريه مدمره مليانه بارواح الموتى اللي لسه بتهمس في الهواء. هناك اعترفت له بالحقيقه القاسيه، القريه دي كانت ضحيه هجوم من الشياطين، ولما هي وقواتها حاولوا يحموا الناجين الفلاحين خانوا ثقتهم وهاجموهم بالليل. النتيجه ليديا وجنودها اضطروا يمسحوا القريه بالكامل، والندم كان بيقتلها من وقتها. بعيون مليانه دموع قالت له، انا قاتله وعمري ما هنسى ارواح الابرياء اللي ضاعوا بسببي، وتوسلت له، ما تغيرش قدري، انا ما استاهلش تضحيه زي دي. واخيرا جاء اليوم اللي الكل مستنيه. الحرب بين فارفاتوس وزعيم الشياطين وصلت لارض المعركه. فياردا بكل فخر كشفت عن سلاح سري ترانسفورمر اقتصادي جدا، نسخه رخيصه من سامسونج لكنه كان كافي لنشر الفوضى وسط قوات الشياطين. وفي الوقت اللي كانت فيه اوليفيا وبقيه جنرالات فارفاتوس بيقطعوا جيش الشياطين بدون اي رحمه، كان القلق بيزيد جوه خيمه القياده. فارفاتوس كان شايل هم القوه المتزايده لجيش زعيم الشياطين، وكان خايف انهم مش هيلحقوا يوصلوا للقلعه في الوقت المناسب. في مكان تاني ليديا وسيلي ما كانوش بيضيعوا وقت، شغالين بكل قوه وبيقطعوا موجه ورا التانيه من الشياطين كانهم في فيلم اكشن هوليوودي. اما ارتي فكان بيواجه زعيم الشياطين وسط انقاض المدينه، المواجهه اللي الكل كان مستنيها. زعيم الشياطين وقف قدامه وقال له بكل ثقه، ايه رايك، جاهز تنضم لي وتنقذ ليديا؟ لكن ارتي بنظره حاسمه قال له، لا مش هحاول انقذ ليديا لانها نفسها مش عايزه كده. الكلام ده استفز زعيم الشياطين جدا، وعليها اطلق سلسله من الدوائر السحريه وهجم عليه بهجوم ناري عنيف كان ممكن يحرق مدينه كامله. في الوقت ده في مقر اقامه ليديا خادمتها لاتيما قابلت ارينو وجيني وقالت لهم ان ارتي كلفها بمهمه سريه، لازم نتحرك للقلعه فورا. واثناء الرحله لاتيما شرحت المهمه الخطيره. قلعه زعيم الشياطين فيها كريستاله سحريه بتديه الخلود، المعركه اللي شغاله دلوقتي مجرد تمويه عشان نشغله عن القلعه، ودورنا احنا ندمر الكريستاله. واثناء ما كانوا ماشيين فجاه لاتيما تعرضت لهجوم شرس، ووصلت البنات لقلعه اخيرا ولقوا الكريستاله السحريه، لكن قبل ما يقدروا يدمروها اتعرضوا لهجوم مباغت، اتحصروا وتربطوا في صليب سحري. الصاعقه الاكبر كانت لما لاتيما ظهرت تاني وبابتسامه خبيثه قالت لهم، قدراتكم السحريه مقفوله دلوقتي. البنات كانوا في حاله صدمه وصرخوا فيها، ليه بتعملي كده؟ وفي الوقت ده زعيم الشياطين قرر يلعب لعبه نفسيه مع ارتي، فتح بوابه سحريه قدامه ووراه البنات وهم مربوطين وقال له، لو بتحبهم فعلا انضم لي. لكن ارتي وبكل برود قال، انسى الموضوع. زعيم الشياطين ابتسم بخبث وقال له، ماشي انا مش هاذيهم، لكن مش هضمن مصيرهم لما جيش فارفاتوس يوصل للقلعه. في داخل القلعه كانت ارينو وجيني مش قادرين يفهموا ازاي لاتيما خانتهم بالشكل ده، وفضلوا يضغطوا عليها باسئله متتاليه، لكن لاتيما اخيرا كسرت
كسرت صمتها وقالت بكل برود: كل ده عشان انقذ سيدتي ليديا مش اكتر. وفي لحظه البنات ما استنوش اكتر، فعلوا سحر الانقسام وكسروا القيود اللي كانت مربوطه عليهم بكل قوه. بس قبل ما يفرحوا لاتيما استدعت وحوش ضخمه طلعت من الارض وهاجمتهم بلا رحمه، والدنيا كانت على وشك الضياع. فجاه ليديا اقتحمت القلعه بعد ما تتبعت اثر البنات بفضل دبوس الشعر السحري اللي كانت اعطته لهم. بمجرد ما وصلت مسحت الارض بالوحوش زي ما تكون بتمسح بلاط، ووقفت قدام لاتيما بكل هيبه وقالت لها بثقه: انا مستعده لاي مصير مستنيني، هعيش واموت كبطله. وبحركه حاسمه هجمت على الكريستاله بالسيف وكسرتها تماما، وده جعل زعيم الشياطين يفقد خلوده ويبقى مجرد بشري مره تانية. لكن ده ما خلاش زعيم الشياطين ينهار، العكس، بدا يجمع قوته ويفعل السوبر ساين. وهنا ارتي ما ترددش واستدعى روح ليديا وتحول لوضع فرفاتوس. المواجهه كانت مرعبه، السيوف كانت بتتطاير والانفجارات في كل مكان، لكن في النهايه ارتي استغل الفرصه وسدد ضربه قاتله اطاحت بزعيم الشياطين. مع تلاشي قوته زعيم الشياطين نادى على ارتي بصوت ضعيف وقال: لا، انقذ ليديا، انا بحبها. لكن ارتي بعيون مليانه حزم رد عليه بضربه اخيره اخترقت صدره ومحوته من الوجود في لحظه واحده. بعد ما تمت المهمه ارتي والبنات بداوا يتوهجوا بنور ساطع، وفجاه رجعوا للقلعه. ليديا نظرت لهم بابتسامه خفيفه وقالت: انا كنت عارفه من الاول انكم جايين من المستقبل. الكلام ده وقع عليهم زي الصاعقه لانهم كانوا يتوقعوا انها كانت عارفه كل الوقت. وبعد لحظه من الصمت ليديا عانقتهم بقوه وكانها كانت بتودعهم، وفي لمح البصر رجع ارتي والبنات للعالم الحقيقي. لقوا نفسهم جوه عربه واوليفيا كانت قاعده قدامهم وبتقول لهم: مستعدين نبدا الرحله المدرسيه؟ البنات فرحوا جدا واحسوا بارتياح رهيب انهم رجعوا لحياتهم الطبيعيه اخيرا. اما ارتي فكان شايف طفل ليديا قدامه وهي بتبتسم بلطف وبتقول له: عيش حياتك